من بين المواقف المحرجه في المجتمع ديالنا هي فاش كتكون غادي في الشارع وكتكون غاديه دريه قدامك وانت كتحاول ما امكن تزيد في السرعه باش تخليها وراء، ولكن ما شاء الله السرعه اللي عندها دي به الذهبيه في سباق المشي. وهنا بالضبط فين كيكون الحرج، الناس كتبقى حاضيه معاك كيحسب لهم بلي راك تابع ديك البنت وعاجبك الحال، بالخصوص الا ما كانت لابسه والو. الدريه تثير الانتباه في وسط المجتمع. حطيت واحد النهار في نفس الموقف وحريره هذه لدرجه هذيك البنت اللي كانت غاديه قدامي كيجيب لي الله واخا نجري ما نقدرش نفوتها. الحل اللي كان عندي هو انني نوقفها. هذا واحد الشاب مشى عند واحد الشيخ سولو قال لي انا ودي مبلي بزاف بالبنات وما كنقدرش نقاومهم الا شفتهم في الشارع. الشيخ عطاه كاس الحليب عمر حتى للحد وقال لي هذا غتوصلوا لمولاه ما تكفح لك حتى نقطه على الارض، وضروري خاصك تدوز من حدا الليسي. صيفط معاه جوج دراري باش الا جاب الله كفاح داك الحليب يعطوه العصا مزيان. فعلا الدري وصل كاس الحليب امان. وفاش رجع عند الشيخ سولو قال لي شحال من دريه شفتي؟ قال ليه الولد ما قدرت نشوف حتى شي وحده حيت كنت خايف ورد البال اللي تكفح لي الحليب. قال لي الشيخ هذا هو حل المؤمن ولدي، المؤمن خاصو يخاف الله اولا قبل كل شيء، والحل هو